يا مساء الخير لكل الناس اللي عامله دايت وخلاص عايزه تاكل محشي ومش قادره بقى حتى النهارده مش الفري، بس انا يا جماعه عايزه اكل محشي مفيش فايده. هقول لكم النهارده طريقه صحيه جدا وسهله قوي نعمل بيها المحشي. طعم وريحه هتملى البيت كله، هيفتكر انك عامله محشي كرنب بس انت بقى ايه، عاملاها في 5 دقايق مش اكتر. طريقه حلوه قوي وتنفع كمان للناس اللي مش عامله دايت، الناس اللي ما بتحبش تلف الكرنب بس بتحب. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، بس ما تنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. زي ما انت شايفه انا جبت نص كومبايه او اقل، انت ممكن تعملي اكتر من كده لانها حلوه قوي. هقطعها مش هنعمها قوي، بس هقطعها كده شرايح تخينه شويه. في طاسه على النار بقى احط ربع كيلو بس من اللحمه المفرومه ومن غير اي ماده دهنيه خالص، لان اللحمه عاده بيبقى فيها ايه، دهون شويه، واحنا عايزين الاكله صحيه. هشوحها بس بشويه فلفل اسمر في الاول كده لحد اللحمه بتاعتي ما لونها يتغير. بعد كده هجيب بصلايه كبيره كده فرماها، ومش لازم تفرميها ناعم قوي، احنا كده كده بنعمل محشي يا ولاد فمش لازم يعني ايه توجعي عينيكي وتنعميها. قلبي بقى كل الكلام ده كده مع بعضه لحد البصله ما تدبل شويه، وفي الوقت ده انا عصره حبيتين طماطم بس ما تكتريش، وقلبيهم برضو تقليبه كده مع اللحمه بتاعتنا. هنزود بقى شويه ميه، يعني تقريبا كوبايه شاي او اقل كمان، انتوا هتشوفوهم دلوقتي، بس هم دول مش محتاجه اكتر من كده. وبعد كده هحط البهارات، احط معلقه كبيره من الكمون وشوية من الكزبرة وشوية من الملح، مش هحط اكتر من كده. حابة انت تزودي بقى شطة، قرفة، إيه اللي يريحك، النكهة اللي انت تحبيها حطيها، لكن المحشي عموما هو كمون وكزبرة بس وشطة طبعا. هسيبهم يغلوا غلوة واحدة بس، طبعا مش هيتسبكوا ولا اي حاجة. هجيب بقى الكرنب اللي انا فرمته زي ما انتوا شايفين، مش مقطعه ناعم قوي لانه لسه هيدبل وهيبقى صغير خالص. مفيش اسهل من كده بقى محشي، بصوا في 5 دقايق. وكمان عندي شوية خضرة مقطعاهم ناعم، هنحطهم على الوش. وعشان احس بقى ان انا اكلت محشي وضميري يرتاح كده، حطيت معلقتين من الرز. طبعا ده رز مصري مغسول، بس كده ما حطيتش اكتر من معلقتين رز، وانتوا شايفينهم قد ايه قليلين قوي، بس عشان وانا باكل كده احس ان انا فعلا باكل محشي. طبعا معلقتين رز على الكميه دي كلها ده حاجه قليله قوي. هقلب الكلام ده بقى كله مع بعضه، ومش هحط ميه تاني، هي هتنزل الورق الكرنب هينزل الميه اللي فيه ويستوي منه فيه كده على طول. هسيبها بقى اول ما تغلي ههدي عليها النار نص ساعة بالظبط، او على حسب النار اللي عندك. بصوا هتتشرب وتبقى مفلفلة وجميلة ازاي. جربوها ان شاء الله، وصفة حلوة جدا هتعجبكم بألف هنا وشفا. ولو انت مش عاملة دايت وعايزة تزودي الرز شوية زودي الرز، هتبقى في منتهى الجمال. وعاملة الوصفة دي معاكم السنة اللي فاتت، هتلاقوها برضو حلوة قوي. طبعا بتسبيكة بقى وخضرة كتير، يعني بصوا محشي بجد من غير لحمة مفرومة، جربوها هتعجبكم. قدمي بقى، خدي الكمية اللي تعجبك لان هي ما فيهاش اي حاجة خالص، ده بروتين وخضار. والرز هنا لا يسكر ومش حاطين اي مادة دهنية خالص، فكلي وانتي قلبك مطمن كده وما تخافيش. جربوا الوصفة دي يا بنات، واللي يجربها يقول لي رأيه ايه. وتنفع قوي للولاد اللي عايشين لوحدهم، الشباب اللي عايشين لوحدهم في الكليات، لو حابين بقى تاكلوا محشي ومش عايزين تلفوا وتتعبوا نفسكم. بصوا الجمال، طعمها مهما وصفت لكم حلوة قد ايه. ودي مش اول ولا اخر مرة هعملها، ان شاء الله هعملها مرات كتير لانها حلوة قوي. بصوا الجمال. اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه من الفيديو بتاعي، ويا ريت لو استفدتوا حاجه من الفيديو لايك وشير للفيديو، واشتراك في القناه لو لسه مشتركتيش، وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد.